ازيكم حبايب قلبي؟ عايزه اقول لكم بقى، لو انتي بقى في يوم مفيش عندك عيش وبصيتي لقيتي نفسك البطاقه ما فيهاش عيش، تعملي ايه؟ هقول لك تعملي ايه. هنشتري الرغيف ابو 2 جنيه اللي قد اللدع، يبقى مش هيكفي، يبقى نصلي على الحبيب المصطفى وهقول لك هنعمل ايه. اول حاجه هتجيبي كوبايه من الميه الدافيه ومعلقه زبادي، لو متوفره ماشي، مش متوفره خلاص مفيش اي مشكله. واحط نص معلقه او معلقه من السكر. وبعد كده هو هحط معلقه خميرة كبيرة ممسوحة وأقلبهم كويس جدا عشان خاطر إيه؟ أدوب الخميرة. وبعد كده هو طبعا المية لازم تكون دافية ما تكونش سخنة، والزبادي بحرارة إيه؟ المطبخ. الزبادي بيعمل إيه؟ بيطرلنا العجينة وبيخليها لنا حلوة. في ناس بيعملوا إيه؟ بلبن رايب، لا أنا حطيت زبادي. حط معلقتين من الدقيق وأقلبهم مع بعض عشان تبتدي إنها إيه؟ تعمل لنا ايه التخميره الاولانيه، او انها نجرب الخميره. بعد كده كملت 5 دقايق، عملت فقاعات، هنزل بنص كيلو من الدقيق. نص كيلو دقيق بايه؟ بحوالي 10 جنيه. تمام. ومعلقه صغيره من بيكنج باودر. العيش اللي انا هعمله دوت عيش جميل جدا جدا وطعمه طعم قوي قوي قوي. بصراحة أحسن ما هنشتري العيش وإحنا محتاجينه في السحور ومحتاجينه في الفطار. فأنا هشتري ب50 جنيه عيش؟ لأ، أنا عملت العيش دوت وبصراحة أنجز معايا. يعني أنا عاملاه قبل المغرب بحوالي أقل من ساعة. هابتدي إن أنا أعجنه ممكن على إيدي أو بالعجان، فأنا قُلت أسرّع، فعملته في العجان ورشيت عليه رشة من الملح وابتديت أعجنه. طبعًا الدقيق بيختلف دقيق من دقيق في السوايا، فأنا لقيت العجينة محتاجة إيه؟ مَيّة، فحطيت لها حوالي معلقتين 3 كده، ما كمّلتش ربع كوباية من المَيّة. وأعجنهم تاني لحد ما العجينة تلم معانا وتبقى بتلزق تلزيقة خفيفة. تمام. كده يبقى العجينة مضمونة إن شاء الله. عايزة أقول لِك هتطلّعي لقمة عيش كده جميلة زي البلاتين ديّة، واللي هو العيش البلاتين دوّة، أ يعني الفلاحي، حلو أوي، أوي. هابتدي بقى إن أنا إيه؟ ألمّها بإيديّا كده واحاول إن أنا إيه؟ أجيبها من تحت لفوق كده والمّها. هي مش محتاجة عجن ولا حاجة، لو هتعجني على إيديكِ اعجني على الرخامة، مش هتاخد معاكِ 5 دقايق، وسيبيها لحد لمّا تخمر معاكِ. أنا بقى إيه؟ استنيت أمّا خمرت العجينة، فابتديت إن أنا إيه؟ أجيب بقى شوية من الدقيق أفرشهم على المشمع أو المفرش وانزل عجينة. عجينة بتلزق شوية بس مش قوي. هبتدي ان انا اخد بقى شوية من الدقيق في ايديا كده عشان ما تلزقش واقطع كويرات. الكورة حجم يعني ايه؟ وسط، زي كده البرتقانة البلدي. وقطعي بقى العجين بتاعك دوت. قطع معايا حوالي 12 رغيف، يعني دول كبار، 12 رغيف كبير. ممكن تصغري شوية، بس عايزة اقول لك ان الرغيف حجمه اكبر من اللي احنا كمان بنشتريه من بره. هابتدي إن أنا أكوّرهم، أهم شيء إن أنا ألِم الكورة كده وأعملها زي البُقجة وأحطها، أحطها بالترتيب عشان أبقى عارفة أنا هابتدي بأنهي واحدة. وأكون حاطة رشة من الدقيق، وهارُش كمان فوقيها رشة من الدقيق بسيط، وأركنهم على جنب كده، أغطيهم بكيس بلاستيك وأركنهم 5 دقايق، 5 دقايق بس إيه؟ ترتاح شوية العجينة، وأبتدي إن أنا أشكِّل فيها. في الوقت اللي أنا باشكِّل فيها دوّة، هابتدي إن أنا أحط الطاسة على النار، على نار هادية، عشان إيه؟ أبتدي إن أنا أشكّلها، أو ممكن أأجّل الطاسة شوية. المهم إيه؟ هاروح مشكّلاهم زي ما أنتم شايفين كدهوّة. العجين جميل وما شاء الله، الكويرات حلوة وماسكة نفسها مالية مركزها. على فكرة هُم قطعوا 14 باين أو 12، حوالي زي كده يعني. المهم رشّيت رشّة من الدقيق من فوق كده ومن تحت وكيس بلاستيك وسِبتهم يرتاحوا 5 دقايق، وهتاكلي أحلى لقمة عيش. العصاية بقى بتاعتِك بتاعة المقشّة تكون نضيفة كده، أنا باستخدمها إيه؟ للمعجنات والحاجات ديّة، أو مردانة. أجيب أول كورة ابتديت فيها، أحط رشة من الدقيق تحت ورشة من فوق، وابتدي بقى إن أنتِ إيه؟ بإيديكِ كده وبالحرفة كده إن أنتِ افردي فيها، المهم تطلّعيها شكل بيضاوي. إيه؟ تطلّعيها متساوية كده وما تكونش لا رقيقة أوي ولا تخينة أوي. المهم حجم الرغيف يبقى حلو كده، وروحي مغطياها عشان إيه؟ ما تنشفش منِّك أو تقشّف منِّك. هاجيب بقى رَدّة، إحنا عايزين ناكل إيه؟ ده اللقمة الأولانية اللي هو بالدقيق، اللي هو زي الشامي، إنما ديّة بالردة اللي هو بقى عايزينه بلدي، بلدي بقى بتاعنا اللي بالردة. حُطّي شوية من الردة وابتدي إن أنتِ إيه؟ افردي بقى العجينة ورصيهم كدهوّة، وحُطّي إيه؟ الفوطة فوق منهم. وابتدي بقى إيه؟ اعملي باقي العجين بتاعِك زي ما أنتِ شايفة كده. أنا حطيت الردة وابتدي إن أنا أفردها، المهم شكل يكون مدوّر، وحطّيها وغطّيها، أهم شيء التغطية.
كل ما بترتاح العيش أو اللقمة بتطلع معاكِ حلوة وتنفُخ معاكِ وتبقى زي الفل. هاخلّص بقى باقي العجين بتاعي دوّة وأغطّيه زي ما أنتم شايفين، وأجيب الطاسة أكون بقى إيه مسخّناها جامد جدًا، وانزل والنار عالية مش تكونش واطية ولا أي حاجة، وانزل بإيه برغيف العيش ده كده أهو، دقيقة، دقيقة كده ما تكمّلش يا دوبك يشمّع، واقلبيها على الناحية التانية. برضك نفس النظام، دقيقة كده هتلاقي فقاعات بتطلع بسيط كده اهوّة، وابتدي ينتفخ زي ما أنتم شايفين، اقلبيها رجّعيها لأصله تاني، شايفين؟ يعني أنا كده ردّيته للمرّة التالتة، أول مرّة قلبته ودي تاني مرّة ودي التالتة، شايفين بينفخ معانا إزاي؟ ما تستعجليش عليه، سيبيه كده أهو ياخد وقته. عايزة تستعجلي عليه اقلبيه اليمة التانية، هو القلبة ديّة اللي بتخلّي الهوا يخُش فيه، زي ما أنتم شايفين كده بيبتدي الهوا يخُش بالإسباتيولا أو بتاع من على حرفها كده، تبقي إيه بتدخّلي الهوا بتدوسي عليها دوسة بسيطة وتقلبي بتبُصّي تلاقي بسم الله ما شاء الله نفخ معانا، شايفين الرغيف ما شاء الله. طبعًا أنا عايزاه يستوي ووشه يحمر زي اللي بنشتريه من برّه بالضبط، يعني بتعمليه في الطاسة مش محتاجة إن أنتِ إيه تدخّليه لا فرن ولا تعمليه في الفرن ولا أي حاجة، في الطاسة كده لو عندِك طاستين اشتغلي فيهم هتعمليهم وتنجزي فيهم بسرعة، زي ما أنتم شايفين كده أهو خد وش من تحت وخد وش من فوق وبسم الله ما شاء الله، على نفس الطاسة نزّلي بقى الرغيف التاني والتالت وابتدي بقى شوفي يعني العيش وهو بينتفخ معاكِ. ياخد يا دوبك ما يكمّلش كده يتشمّع، اقلبيه على الناحية التانية، أنا بالِفّه ليه كده ياخد من سخونية الطاسة. دقيقة وابتدي هيطلّع فقاعات كده أهوّة، اقلبيه وردّيه تاني، هتردّيه تاني هتلاقيه بُصّوا بينفُخ، بينفُخ نفخات بسيطة كده أهوّة، هارُدّه تاني عشان الردّة ديّة أو إن أنا باقلبه بيخلّي الهوا يخُش فيه. بُصّوا بقى الرغيف وهو بينتفخ كده ويبقى مالي مركزه زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله يعني، إيه ده! ده إحنا بنُص كيلو دقيق أنا هاعمل كمية وكمان لقمة عيش تاكليها، تاكليها حاف لوحدها هي لوحدها حلوة ومغذية وجميلة. يعني أنا كده وفّرت يا جماعة، وبعدين أنا رُحت بعتّ بنتي تجيب العيش أو رُحت أجيب العيش لقيت الفرن ما فيش عيش، طَب إحنا هنفطر وهنتسحّر إزاي؟ فقُلت لأ ما بدّيهاش نعمل بقى عشان ناكل لقمة حلوة، بدال ما هاشتري الرغيف ب2 جنيه مش هيكفّينا والله ب50 جنيه عشان ناكل، وزي ما أنتم شايفين كده أهوّة أنا عملته ما خدش كلّه على بعضه ساعة في إيديّا، نُص ساعة اختمر و10 دقايق والّا 5 دقايق أعجنه، ودلوقتي أنا باعمله. وزي ما انتم شايفين الجمال بيتكلم عن نفسه طلعنا احلى لقمة عيش يا جماعة عيش طري والكمية حلوة وعملنا العيش اللي هو الشامي وعملنا كمان العيش اللي بالردة زي ما انتم شايفين ونفتح بقى الرغيف بصوا مالي مركزه مفتوح من جوه يعني نعمل منه سندوتشات مفيش عيش لازق في بعضه ولا اي حاجة حاجة كده جميلة يلا بقى ما تنسيش تحطي لي اللايك اللايك مش هيكلفك كتير والله لو لسه لحد دلوقتي بتتفرجي على الفيديو اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو تشجيعي وتعملي متابعة على صفحتي مطبخ ملك وكمان اشتراك على قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس وتقولي لي استاهل كمان